السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم الملخص ديال الحلقة اللي غادي تعرض نهار الجمعة إن شاء الله في على دوزام. المهم كاين جوج الأحداث الرئيسية. الأول هو فراس غادي يكتشف بأن ماما مرا خايبة ما مزياناش، وهي اللي كان ضربات ختو راسها ديك النهار بالموس وسباتها في ختو. هاد الهضرة تيقولها ليه باباه، تيقول ليه ما تثقش في ماماك راه خايبة بزاف، وها دارت. بالنسبة للحدث الثاني، هي سونيا كتكون جالسة هي وعفاف في القهوة. حتى واحد اللحظة عفاف كتشوف السيدة اللي خانها مع فراس في المزرعة، كتشوفها جالسة في القهوة. عفاف ما كتحملش، ما تقدرش تحمل هذاك الموقف، تنوض تخرج بالزربة وتقول لعفاف، تقول سونيا يلا نخرجوا بحالنا. هذيك السيدة هي اللي كانت مع فراس ديك النهار في المزرعة. كاين حدث آخر، هو أن لينا تتفق هي وباباها باش على عفاف، تيقولها غادي ينتقموا منها. المهم هادو هما الأحداث الرئيسية اللي غيكونوا في الحلقة. هذا هو الملخص ديالهم. بالنسبة للناس اللي تيبغيو يتفرجوا في الحلقة كاملة، أنا خليت لكم واحد الرابط في التعليق، ادخلوا ليه وشوفوا الحلقة كاملة. المهم هي الحلقة راه غتلقاو جوج حلقات. تفرجوا في الحلقة اللي فاتكم.